تعمل ايه لو في حد من اهلك او صحابك اغمى عليه وجيت تشوفه لقيته قاطع النفس خالص؟ انت بس اعمل سيف للفيديو ده عشان لو حصل الموقف ده تعرف ترجع له تاني. في البدايه كده لازم نفرق بين حاجتين، الاولاني ان في حد اغمى عليه بس لما جيت تشوف النفس والنبض بتاعه لقيتهم شغالين، وده قلت لك هتعمل معاه ايه في الفيديو اللي فات. خلص الفيديو ده وروح اتفرج عليه. انما بقى لو قربت منه ولقيت النبض بتاعه مش شغال وقاطع النفس خالص، في الحاله دي بقى لازم تعمل له انعاش قلبي رئوي اللي هو CPR. اول حاجه هتنيم الشخص ده على ظهره وترفع دماغه لفوق كده عشان تفتح مجرى الهواء. بعد كده هتنزل على ركبك وتحط ايدك الشمال كده وتشبك ايدك اليمين فيها من قدام كده، وتنزل على ركبك جنبه وتحط راحه ايدك دي في نص صدره كده، وتبدا تضغط كده 30 ضغطه في 15 ثانيه، والضغطه تكون وايدك مفروده كده. يعني مثلا لو عملت ايدك كده فانت كده بتضغط غلط، خلي الضغطه تكون بجسمك كله كده. وبعد ما تديله ال 30 ضغطه دول اعمل له تنفس صناعي مرتين، وانت بتديله النفسين دول اتاكد ان انت قافل مناخيره وبتديله النفس كامل وبتسيبه يخرجه كامل. وبعد كده ترجع تعمل له 30 ضغطه تاني ونفسين، تفضل تكرر الموضوع ده لحد ما يحصل حاجه من الاثنين، الاولى ان الشخص ده يستجيب معاك ويفوق، والثانيه ان تكون عربيه الاسعاف جت. وبالمناسبه يعني في اول ما تلاقيه قطع النفس لازم تكلم الاسعاف وتقول لهم يجيب معاهم جهاز صدمات. وخلي بالك ان الحاجات دي كل ما تتعمل بشكل مظبوط وبشكل اسرع فرصه نجاة الشخص ده هتكون اكبر. وبس كده، اعمل لي بقى فولو ولايك وشير عشان نكمل السلسله بتاعه المثقف الصحي. سلام.